ربيع ياسين افضل من شغل مركز الظهير الايسر في مصر، وطور في المركز ده كتير جدا، وحوله الى مركز هجومي وقدرات هجوميه وتهديفيه على اعلى مستوى ومهارات فنيه عاليه جدا جدا. ولو قلت لحضرتك قصه انتقاله للاهلي والصدفه ازاي لعبت دور كبير في انتقاله للاهلي، بس قبل ما اقول لحضرتك لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. كانت مباراة تجمع بين النادي الأهلي ومنتخب بني سويف في عيد بني سويف القومي، وأثناء المباراة كابتن عمرو أبو المجد وكابتن عبد البقال اكتشفوا في ربيع ياسين قدرات فنية وبدنية عالية جدا، ورشحوه للانضمام للنادي الأهلي. وفعلا تم سنة 80 وانضم للنادي الأهلي، وخلال مشواره ال 12 سنة مع النادي الأهلي حصل على 17 بطولة، منهم 5 دوري عام و6 كاس مصر و2 دوري ابطال افريقيا و3 كاس افريقيا وواحده افرو اسيويه. والصوره اللي قدام حضراتكم دي حصوله مع منتخب مصر كاس افريقيا سنه 86 مع الجيل العظيم الخطيب وثابت البطل واللعيبه العظام جيل افريقيا 86. ودي هدف من اعلى نقطه بيحطها في دماغه في رينجرز الانجليزي، بقدرات يعني هجوميه، وكره بيريحها له طارق خليل بيحطها ببطن رجله في سقف الجون. يعني هداف على اعلى مستوى، ما تقولش ان ده ظهير ايسر وبينطلق من الناحيه الشمال وبيحط الكره في اقصى الزاويه البعيده بطريقه ولا اروع من كده. كابتن ربيع ياسين حول مركز الظهير الايسر ده الى مفتاح لعب يعني على اعلى مستوى. وكان الكابتن الجوهري لما اختاره في منتخب مصر اللي وصل لكاس العالم 90 كان بيعتبر كابتن ربيع ياسين من اهم مفاتيح لعب منتخب مصر للنزعه الهجوميه اللي عند ربيع ياسين في التحول من الدفاع للهجوم. وتألق فعلا ربيع ياسين وعمل ماتشات عمره في كاس العالم 90، ولعب ال 270 دقيقة، يعني الثلاث مباريات كاملة، وطبعا لعب أكتر من 270 دقيقة بالوقت الضايع لأن احنا كنا أعلى منتخب بيضيع وقت ضايع في المباريات. وربيع ياسين لما يتألق مع الخطيب ومصطفى عبده وثابت البطل وطاهر أبو زيد والكوكبة دي من النجوم، تعرف إن هو لعيب ليه قدرات خاصة. وجه النادي الأهلي في فترة من الفترات وخد قرار باستبعاد 4 لعيبة كبار في الأهلي. وقتها كان ربيع ياسين ومحمود صالح وطاهر ابو زيد وعلاء ميهوب، وكانوا صراحه الاربعه ممكن يدوا الاهلي لسنين تانية قدام. شفنا كابتن علاء ميهوب لما راح الاولمبي واحرز هدف في النادي الاهلي وبكى ورفض انه يلبس اي تيشيرت تاني غير النادي الاهلي. كابتن طاهر ابو زيد فكر برضه ان هو ينتقل لنادي تاني، بس بعد مراجعه نفسه ما انتقلش. كابتن ربيع ياسين وكابتن محمود صالح رفضوا الفكره تماما وما فكروش في الفكره تماما واكتفوا بمشوارهم ده، وكان عمره ساعتها 31 سنه، يعني كان يقدر يدي كتير. رفض ان هو يلبس اي تيشيرت غير تيشيرت النادي الاهلي اللي ينهي بيه مسيرته. مشواره التدريبي كابتن ربيع ياسين في دوري الدرجه الثانيه، قعد حوالي 10 سنين في دوري الدرجه الثانيه، مما اهلته ان هو يكون مدير فني على اعلى مستوى. وفعلا تم تكليفه بتكوين منتخب مصر للشباب مواليد 97، وفعلا كان على قد المسؤوليه واختار افضل عناصر موجوده في الدوري المصري. وقتها كان طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي ومصطفى محمد وغنام محمد واحمد ياسر ريان ورمضان بيكهام واحمد حمدي وناصر ماهر وصلاح محسن وكريم ندفد، مش عايز انسى حد. واللعيبه دي كلها عملت مع كابتن ربيع ياسين مباريات مشرفه جدا، وكانت نواه لكابتن شوقي غريب في البطوله الافريقيه الاخيره، وشرفت الكره المصريه والافريقيه ووصولهم للاولمبياد. هل الاعلام يقدر يدي الكابتن ربيع ياسين حقه؟ يقدر، بس مش عايز. ليه؟ هو عايزين الشخصيه اللي تطلع تبقى مثيره للجدل، تقول اي كلام حتى لو كان بالكذب او بالافتراء على الناس، عشان يبقى مجال لفرد الصفحات والرد ونسبه المشاهده تعلى. لكن هم مش عايزين حاجات ثابته وحاجات حقيقيه ما الناس عارفاها. يقول لك طب الناس كده مش هنتكلم فيها. ففعلا احنا بقينا في وسط، بقينا في عشوائيه للاعلام الرياضي، وده هيكون سبب في خسائر كتيره. الناس الناجحه مش هنعرف نقدرها كويس، فبالتالي مش هيظهر ناس ناجحين كتير. وبص لاختيارات كابتن ربيع ياسين المستقبليه لمواليد 2001، شوفوا مختار مين. مختار عناصر فعلا لو تابعتوها هتحس ان الراجل ده بيختار بضمير وعقل، وبيختار على اسس علميه، مش بيختار كده وخلاص. ده بيختار على اسس بدنيه وفنيه ومهاريه
وكل حاجه في الكوره زي ما انت عايز تقول. واخد حمزه علاء وشادي رضوان ومحمود صابر وهاني عبد الله يعني وحسام اشرف وحسام عبد المجيد ولاعيبه كتير. عايزكم تحفظوا الاسماء دي يا جماعه، اللي هم مواليد 2001 اللي مختارهم الكابتن ربيع ياسين. وانا بقول له بالتوفيق، وان شاء الله تعمل لنا منتخب زي مواليد 97. ده يا جماعه منتخب من ناشئين مواليد 2001، ده اللي الكابتن ربيع ياسين عامل نواه دلوقتي لمنتخب مصر الكبير. وده اسامه فيصل لاعب نادي الزمالك، وبصراحه تحيه وكل التحيه لنادي الزمالك انه اداله الفرصه في الدوري الممتاز. اسامه فيصل ما خذلش نادي الزمالك وهدف، ودلوقتي بيدي فرصه لحسام اشرف وحسام عبد المجيد وغيرهم من اللعيبه. والاهلي برضو عنده لعيبه مختارينهم في المنتخب ده زي حمزه علاء وزي محمود صابر وزي شادي رضوان وغيرهم وزي ابراهيم عادل في بيراميدز. والله يا جماعه فعلا لعيبه لو تحطوا يعني اسمائهم كده قدام عينيكم وتستنوا عليهم شويه هتلاقوهم هم نجوم المستقبل. وهم اللعيب لو ما كانش يلعب في السن ده، اللعيب ما تمشي في الكوره بيرجعها لزميله بيدخل اسامه فيصل وبيحط الكوره جوه الجول. اللعيب لو ما لعبش في السن اللي زي ده هيلعب امتى؟ لغايه لما ييأس ويلاقي الفريق بتاعه في المركز بتاعه بيتعاقد مع واحد واثنين بالملايين سنه ورا سنه ورا سنه لغايه لما يبقى سنه 21 و22 و23، يا اما يعمل له اعاره يا اما ما يأيدوش خالص مع الفريق وييأس ونخسر ناشئين بنرجع نشتريهم تاني بالملايين. فالمفروض يا جماعه الاداره الفنيه في كل الانديه تهتم باللعيبه صغار السن، لان هو ده سن لعب الكوره الحقيقي. اللعيب لما يكون سنه 18 19 سنه وعنده قوه بدنيه هائله زي دي، كل اللي في دماغه من فنيات ومهارات في الكوره هيقدر ينفذها، لان عضلات جسمه هتسمح له ان هو يبدا يعمل الحاجات دي بكل ارتياحيه. يعني شوف احساسه بالمكان واخد المكان الصح. اسامه فيصل في ال 18 عشان يحط ببطن رجله الكوره هتقولي ده هو واقف الكوره، تقول له لا ده بياخد مكان اللي الكوره متوقع ان هي ممكن تنزل فيها وهو يكون جاهز ويلعبها مباشره من مره واحده وتسكن الشباك ويبقى هدف جميل لمنتخب مصر. عايزكم تتفرجوا على اللعيبه دي يا جماعه في السن الصغير ده بتتعامل مع منتخب الجزائر اللي هو من افضل منتخبات القاره الافريقيه ازاي، وبتفوقوا عليهم في المباراه دي برباعيه من الاهداف. وشوفوا ضربه ثابته يعني بتتنفذ ازاي، كانه لاعب مثلا عنده مثلا 25 سنه. واحد اللي جنبه زميله بيعمل له فينت صغير كده وهو بيخش بيركن الكوره في اقصى الزاويه بعيد عن حارس المرمى. حارس المرمى حاول عليها وعمل تراي وبرضه ما امكنوش ان هو يجيب الكوره، واتحسبت جون جميل من افضل الاجوان اللي اتلعبت في الدوره من كوره ثابته. يعني كوره هجمه ومتابعه وكوره ثابته، اجوان يعني بطرق مختلفه، يعني مش اجوان متكرره. لا بصوا هنا هيضغط على المدافع ويغلطه وغلطه فعلا وخد الكوره وراح الجون وبيركنها يعني بيركنها كلاعب عنده يعني ركنه تحس كريستيانو رونالدو بيركنها، ميسي بيركنها، مش لعيب عنده 18 سنه، لا لعيب كله ثقه بيركن الكوره كله ثقه. حطوا اللعيبه دي املكم.